يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بقى المسقعة النهاردة بطريقة حلوة ان شاء الله. انا نقعها في مية كده بملح عشان ما تشربش زيت. بس قبل ما نعمل اي حاجة بقى نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه. معايا بتنجان انا مخرطاه بالطريقة ديت. انا هعمل المسقعة دي على طريقتي. ومعايا فلفل برضو مخرطاه صغير، ومعايا توم مفروم، معلقتين صلصة، فلفل الوان، لحمة، بصل، طماطم متخرطة ومقشراها من القشر اللي فيها. هنشوف بقى بإذن الله كده هنعمل الحاجة دي ازاي. انا هعمل المسقعة دي بطريقة حلوة ان شاء الله تعجبكم، على طريقتي الخاصة. يعني انا ما بعملها بلحمة بعملها كده على طول، بتطلع النتيجة بتاعتها ما شاء الله حلوة اوي. فانا هنسمي الله بقى وكده ونحط طاسة على النار ونشوف هنعمل ايه. هنبتدي بايه اول حاجة. دلوقتي بقى معايا طاسة كده على النار او صينية، حطيت فيها البصل. انا كنت حاطه فيها زيت مش مكتره طبعا عشان البتنجان وكده هنقليه هيشرب زيت. هدي البصله بقى دي تشويحه، عاوزه تخرطها صغيره عن كده ماشي، بس هي مش بتبان ولا حاجه. شويه ملح كده عشان تعمل البصله على طول تدبل معانا. اللهم صل على النبي. انا حطيت البتنجان يتقلي ده التوم. انا ركنت البصل على جنب كده عشان ادي التوم تحميره كده في نفس الطاسه. طريقه حلوه قوي وسهله وما فيهاش اي حاجه. دلوقتي انا بقلي البتنجان على العين التانية. انا طبعا كنت نقعاه في ميه، شطفته من الميه ديت وحطاه بيتقلي جنبي. يعني كده كده مش محتاجه ان انا اوريكم القليه وكده، معروف. خلاص انا شوحت التومه كده ريحتها طلعت، عملتها مع البصله كده بالطريقه الحلوه ديت. البصله بتاعتنا دبلت كمان اهي. هفضل برضو اقلب فيهم شويه كده. خلاص بقى هي كده خلاص. حسيت ان البصلة خلصت دبلت. هحط اللحمة، اي لحمة عندك ما تربطيش نفسك. يعني عندك حتة صغيرة عندك حتة كبيرة، الموجودة عندك هتعملي بيها احلى مسقعة باللحمة. يعني انا الحتة ديت يعني ما تجيش ربع كيلو. خلاص بقى انا شوحتها تشويحة حلوة كده مع البصل والثوم. حطيت الكمون، حطيت فلفل اسود، بهارات، كمون وفلفل اسود وبهارات، وحطيت معلقة بابريكا، معلقة كزبرة ناشفة. التوابل دي بتبقى حلوة قوي. هندوم تشويحة كده مع بعض. عاملة ازاي ما شاء الله. الطريقة دي حلوة قوي وطريقة سريعة، يعني بسم الله ما شاء الله. لو جربتيها تعجبك قوي. بقى انا حطيت التوابل. احط بقى الصلصة، معلقتين صلصة حلوين كده. طبعا عشان احنا مش فارمين قوطة او طماطم فتحطي صلصة، مش حابة تحطيها بس طبعا الصلصة بتدي طعم حلو قوي للمسقعة وكده. بس لو عندك قوطة مفرومة عاوزة تحطيها مكان الصلصة ماشي، او طماطم. خلاص بقى كده خدت لون جميل لما حطيت لها الصلصة اهي. برضو بشوحها تشويح حلو، وحطيت لها شوية مية كده صغيرة عشان كله يشرب من بعضه. عندي قرن فلفل كده اخرطه لو عندك بقى انت، لو بتحبي الحراق. بس انا طبعا ما بحطش حاجة حراق عشان عندي بنت صغيرة وكده. والطماطم اهيت انا مخرطاها بس شايله منها القشر عشان متعملش تفل في قلب المسقعه وكده. بس لو في بقى في قرن فلفل حراق بقى ما اقولكوش بتبقى عامله ازاي، بتبقى اطعم من كده كمان. حطيت شويه ميه بقى طبعا عشان الطماطم اللي متخرطه دي برضو تاخد تسبيكه وكده تستوي معانا. حطيت فلفل اللي هو الالوان برضو خرطاه. هنسيبها بقى مع بعض كده تاخد تسبيكة حلوة كده مع بعض.
لحد ما البتنجان يتقلي والفلفل. خلاص بقى هي ما شاء الله عملت ازاي كده. بقى احط عليها، اطلع الفلفل انا بقليه اهوت نص قليه كده يعني مش بحرقه، بطلعه على طول من الطاسه على التسبيكه اللي انا عاملاها. جميله اوي والله وسهله، ما بتبهدلش الدنيا، كلها في حاجه واحده، والنتيجه بتاعتها تعجبكم ان شاء الله. انا كنت بقى قليت البتنجان اهوت، طلعته على مناديل كده مطبخ يتصفى من الزيت، واحطه برضو، احط كل ده على بعضه، واحط شويه ميه كده، اقلبها بقى تقليبه كويسه اهوت. قلب كله بقى كده في بعضه يشرب من بعضه. اول ما تهدر هضره كده او تغلي، اروح بقى مفضياها في الصينيه اللي احنا هندخلها فيها الفرن. خلاص بقى هي غليت معانا، هي شكلها عامل ازاي ما شاء الله، جميله قوي يعني، ما خدتش معانا وقت، والنتيجه ما شاء الله جميله جميله بطريقه مش قادره اقولكم. نزلتها بقى في الصينيه اللي انا هحطها في الفرن، بهزها كده بقى عشان تبقى مسويه معانا اهي. بسويها بقى بالطريقه ديت. شويه ميه كده برضو صغيرين هحطهم برضو كده في كل مكان فيها، عشان خاطر برضو لسه هتدخل الفرن وكده، يبقى فيها ايه، تبقى مبحبحه وكده للفرن، ان هي يبقى فيها ميه وكده تغلي في قلب الفرن. عاوزه تحطها بقى على كده ماشي، عاوزه تحط على وشها طماطم وفلفل زي ما انا هعمل، اللي يريحك برضو، طريقتين حلوين. انا هحط بقى كده مخرطه قرن فلفل رومي، طماطم، رصتهم بقى كده بالشكل دوت. انا طبعا مجهزه الفرن، بحطها على تحت على الصاجه بتاعت الفرن، وبعد كده بولع الشوايه شويه. شكلها بقى ما شاء الله جميل قوي. هدهن بقى كده الطماطم والفلفل عشان يلمعوا كده ويبقوا واخدين ايدام وكده، هدهنهم دهنة زيت قبل ما ادخلهم الفرن. خلاص بقى المسقعة بتاعتنا بعد ما خلصت وخرجت من الفرن، ده شكلها النهائي. يا رب يكون عجبتكم. دي حاجة كده ده من الصلصة كانت واقعة على الصينية بشيلها. يا رب يكون الطريقة بتاعتي عجبتكم. دي طريقتي مش طريقة حد، ما شفتش حد يعني عملها وكده، انا بعملها بالطريقة دي على طول باللحمة بس. بسم الله ما شاء الله جميلة اوي. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، يا رب يكون عجبتكم الطريقة، ولو عجبتكم بقى الطريقة قولولي في التعليقات. ومع ألف سلامة.